جديدة لمدرسة الوسطى. أكيد بالنسبة لي أنه كرة القدم تعني لي الكثير. بداية أنه كنت طالب في المدرسة، كنت أحب أنه كرة القدم دائما، أنه أعشق كرة القدم. فكانت أنه صعب أنه لازم تدرس في المدرسة أو كرة القدم، فاتجهت إلى كرة القدم. فكانت أنه شيء جميل أنه كرة القدم، فحبيتها يعني من كل قلبي أنه لعبت كرة القدم. أكيد الفئات العمرية دائما تكون شيء حلو، يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا كلاعبين، وخاصة المنتخب الناشئين، أجمل الأشياء أنه كانت يعني فرحة بالنسبة إلى أول بطولة إلي هي منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا. فزنا على المنتخب السعودي للناشئين أعتقد 2-1، فهي كانت أجمل لحظات حقيقة في المنتخب. الشخص الذي اكتشف موهبتي هو الكابتن محمد ناصر، الفئات العمرية في شباب القوة الجوية، هو اللي اكتشف موهبتي. قبل كان صعب انه تروح يعني تعطي كروة من جيبك او فلوس او فد شيء، فهو كان يعطيني الفلوس، يقول لي روح النادي. فهو يعني كان داعمي لي الاول والاخير هو كابتن محمد ناصر. الاقرب الى قلبي هو نادي القوة الجوية، وطبعا حتى الزهراء، بس هو صاحبين الفضل عليه هو نادي القوة الجوية، لأن فريق نادي جماهيري، نادي كبير، لعبت له تقريبا 5 مواسم وأنه كابتن مال الفريق. فالأقرب لقلبي هو نادي القوة الجوية. عالية جدا من أمام مراد، مر تسديده، الله 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 يعدي، الله توني مر، توني حطها، يا إلهي. أكيد هو شعور لا يوصف أن تلعب الدوري السعودي من أفضل الدوريات اللي في المنطقة، يملك لاعبين عالميا على مستوى عالي. حقيقة جتني بعض العروض من غير دول، بس فضلت أنه الدوري السعودي، القوته الدوري السعودي، البنى التحتية اللي قاعد تعملها الاتحاد السعودي أو الدولة السعودية، فاضطريت أنه أجي الدوري السعودي وأقدم أنه التحدي ده. قلت لك يعني انه اللاعبين العالميين اللي اتوا في الدوري السعودي، هذا كان الدافع الاول لي انه اتي الدوري السعودي. الدوري السعودي من افضل الدوريات حقيقه، هسه يمكن في الخمسه في العالم. يملك يعني بنى تحتيه، يملك لاعبين على مستوى عالي. اشوف انه من افضل الدوريات حقيقه. والله شوفي، مو لان انا موجود، اعتقد لاعب الشباب مصعب الجويري هو لاعب جيد، أو كريستيانو رونالدو، مو لأنه يعني مثل ما تقولين لاعب أنه بعمره يعني 41 سنة أو 40 سنة يعني ويعطي كل ما عنده في يعني النصر. أعتقد شيء جميل، أتمنى من لاعبين العالم أنه يقتدون به في كريستيانو رونالدو، يعني 41 سنة ويعطي كل ما عنده، وشوفين أنه يعني عنده شغف في كرة القدم وقاعد يواصل بالعطاء. فأنا أقول كريستيانو رونالدو ومصعب الجويري أنه أفضل في الدوري السعودي. أغلب الأوقات أنه هو يعني ما أطلع، أبقى يعني في البيت. يعني عندنا تمارين شوية صعبة، لازم تحضر ذهنيا أنه شلون تفكر في المباراة، شلون تأدي، شلون تعطي أنه الخطة اللي يطلبها منك المدرب شلون تأديها. فهي أنه أشوفها الأهم شيء أنه في اللاعب. احنا من نوع انه المدربين اللي عندنا في الرياض يعطوك الحافز يعني كنفسيا ويعني وايجابيا. اكيد هو الاستشفاء، يعني والجاكوزي، الايس، الثلج، والمساج على مود يرجع اللاعب الوضع الطبيعي. يعني الدوري ما طول الدوري صعب، لازم يكون نظام الغذاء على مستوى الشكل، والتمارين انه دائما انه من يعطونا راحه نروح انه للجيم، لان دائما انه نروح الجيم. داخل المباريات يعني يحفزني انه المدرب والمساعدين دائما ما يعطوني يعني حافز، يقولوا لي انت الافضل، انت بشكل افضل انه تتعلم وتعطيهم بالملعب داخل المستطيل الاخضر. بعض الجماهير يعني مثل ما تعرفين، هو الجمهور يعني لازم انه اكو لاعبين ما يقربون على الجمهور لانه يصير سلبي عليهم، واكو لاعبين انه يقربون الجمهور يصير ايجابي. فانا اللي هو انه يعني بعيد عن الجمهور، على مود اركز داخل المستطيل الاخضر، اقدم كل ما عندي. اكيد جمهور نادي الرياض صاحبين فضل علي اول شيء. نطمح انه نكون راح ننافس يعني على المراكز اللي متقدمه،
ان شاء الله انه وعدتهم انه فريق الرياض راح يكون بصوره غير هذا الموسم، وان شاء الله نقدم كل ما عندنا. حدثت في مباراه قوه جويه اعتقد، ويمكن زاخوا في ملعب الشعب. يعني بعض الجمهور طالب انه نكون بصوره افضل، فرديت عليهم انه خيارات المدرب لازم نحترمها. كل الشكر والحب لجمهور نادي القوة الجوية اللي هو صاحب فضل على إبراهيم. رسالتي لهم أنه يدعمون الفريق دائما في السراء والضراء، وأتمنى لهم التوفيق في الدوري والكاس وفي أبطال آسيا. أما جمهور العراق أكيد أنه لازم يدعم المنتخب الوطني. أول شيء لازم يدعم 23 لاعب، مو فقط أنه اللاعبين الأساسيين، وهذا هو الشيء دافع أنه معنوي أنه تدعم المنتخب الوطني. هم سباقين أنه يدعمون المنتخب الوطني، ويا رب أنه نفرح سويا أنه في تأهل كأس العالم. حياته الشخصية أنه مو يكون شخص يعني شخصية قوية، لا، يكون دائما أنه مبتسم مع العالم. أشوف أنه شيء إيجابي وشيء حلو هذا الشيء. أكثر يعني أوقاتي أنه يجون أصدقاء في المنزل انه نلعب بلاي ستيشن او في شيء. قلت لك اغلب الاوقات انه ما اطلع لان ما عندي وقت، لازم استشفي سريع، انه تعرف طلعه شويه صعبه علي. الشخص اللي دي يعني عائلته اللي يدعمه، فهذا حقيقه انه محظوظ انه الدعم يكون من يعني والدي او والدتي، فكان الدعم كله موجود، حتى اخواني واصدقائي انه قال لازم انه عندك موهبه فحلو انه تلعب كرة القدم، فهم دعمون زملاء وعائلتي. والله عجبتني الاماكن في مدينة الرياض، واجهة روشن والبوليفارد، لان بي مطعم عراقي دائما اروح له. دائما اقرا الفاتحة، المود تساعدني انه دائما اركز في المباريات. دائما هو التركيز هو الاهم، انه قبل المباراة انه اركز شلون راح ادي الواجبات اللي يعطيها المدرب، شوية التفكير هاي قبل انه لا نوصل للملعب، فاحفظ الواجبات دائما لحد ما اطب للحمة والمباراة. افضل مباراة لعبتها مع المنتخب الياباني في كأس آسيا، فزنا 2-1، هي افضل المباريات عندي حقيقة. كم اصعب لقاء اخذته امام منتخب الكولومبي، حقيقة كانت مباراة ودية، اول مباراة لي، واشوف يعني نجوم عالميين يلعبون على مستوى عالي، فهذا اصعب شيء انه واجهته. اي طموحات انه نتقدم بالمراكز المتقدمة، خصوصا انه العام كان يعني نادي الرياض ينافس على المراتب الأخيرة. لا، هاي السنة انه نطمح انه نصير الافضل، يعني المستوى الخامس او السادس. اكيد اهدافي اي لاعب كرة قدم انه هدافي يوصل يعني الفرق اللي دائما في المقدمة. اطمح انه اقدم كل شيء ما عندي في نادي الرياض على مود اوصل للشيء اللي اريده. اتوقع انه راح اسجل يعني تقريبا 8 أو 10 اهداف، وراح اصنع تقريبا 6 إلى 7 اهداف.